ازاي ترد على الصمت العقابي من غير ما تخسر كرامتك وتوقف التلاعب النفسي نهائيا. تبعت لها رساله تقول لك تمام، تبعتي له رساله يعمل لك يقول لك اوكي ماشي طيب، فتقومي ترجعي له تاني لا رد عليا كويس، اتصل بيا خلاص، اتصل انت بيه مقفول والله مش بيرد. بتحس انك مجروح من الكلام ده ومش عارف تعمل ايه. اللي بتعمل معاك كده الهدف بتاعها انها مش انها تبقى هاديه او انها ناضجه اكتر زي ما انت مفكر. في الفيديو ده هعلمك خطوات علميه ترد بيها على الصمت العقابي وتفك قيودك النفسيه مره واحده وللابد. ما تنخدعش في التلاعب النفسي تاني. زي ما قلنا ان الصمت العقابي هو اسلوب من اساليب الحرمان العاطفيه المقصوده او ايموشنال ويذهولدنج، واللي بيستخدمه بيخلق عندك قلق اسمه انكسس اكتيفيشن، بيدخلك في انترميتنت رينفورسمنت سايكل، يعني مره يحسسك بالامان ومره يحرمك منه، وده اللي بيخليك تدمن رجوعها وتتألم اكتر لو سابتك تاني، بيخليك تتألمي اكتر لو رجع لك تاني بعد كده يرجع. اللعبه النفسيه البوش اند بول ديت. الحل رقم واحد، ادي للموقف ده اسم، اعتبر انك انت فاهم اللعبه. لو حسيت ان شريكك او شريكتك بتعمل معاك سايلنت تريتمنت او صمت العقابي، ردد في نفسك كده وقول لنفسك واعرف بينك وبين نفسك ان ده اسلوب تحكم وسيطره، مش مشكله شخصيه خالص معاه. وفهم اللعبه هنا بيخليك تقلل الخوف من ان هو يسيبك اصلا ويخليك تتصرف بعقل وبفهم. رقم 2، خليكي واضحه وهاديه. الردود الهستيريه مش بتنفع هنا. بدل ما تقعدي تبعتي 1000 رساله وتجري وراه وتحاولي تتصلي بيه وتكلميني عند مش عارف ماما وتكلمها من عند ابوك، تبعت رساله واحده بس وواضحه ومحترمه لشريكك. هتقول فيها ايه مثلا؟ يعني على سبيل المثال، يعني انا لاحظت انك مش بترد عليا وده مزعلني جدا. لو انت محتاج مساحه انا هحترم ده، بس الافضل انك انت تعرفني لو في حاجه. انا مش هستنى صمت من غير سبب. الجمله المختصره دي بتحط حدود من غير شحن وبتخليك ترمي الكره في ملعبها. يا اما هيصارحك يا اما هيتعامل باحترام. احترم نفسك. رقم 3، حدد وقت للاستجابه. يعني تحدد له هو وقت الاستجابه، تعرفه بوضوح. هتقول له لو مفيش رد منك خلال 24 ساعه انا هكلمك بعد كده مره واحده، هسيب الموضوع، مش هسمح لنفسي ان اقعد في حاله انتظار مستمره. ودي طريقه هتمنع الانترميتنت رينفورسمنت انها تشتغل عليك تاني. رقم 4، مرحله التنفيذ او النقطه اللي فيها تنفيذ مش كلام بس. احنا لحد دلوقتي بنتكلم بس بعد كلام، لا دي مرحله الفعل بقى. لو الموضوع فضل مستمر وبقى بيتقل عليك او بيستخدم الصمت العقابي عليك، لازم تستخدمي النو كونتاكت رول او تقللي التواصل معاه بالفعل. ما تبعتيش رسائل ولا ترد على الرسائل بتاعته. خليكي دايما مشغول او خليك دايما مشغول. الانضباط ده بيبطل مفعول الصمت العقابي، لان المتلاعب بيبقى عاوز استجابه فوريه وهتلاقيه بيضغطك بالكلام او بعت لك رسائل معينه تخليك تفتح الكلام كده ويجبرك على الرد. اوعى تنسحب ورا الاسلوب ده. رقم 5، اطلب التوضيح بالحوار الهادي او انهاء العلاقه لو الموضوع استمر. لو رجع الكلام عاوز يرجع العلاقه من غير تغيير، اطلبي منه بحوار صريح ولغه هاديه. تقول انا مش شايفه ان الصمت وسيله او ان السكوت بتاعك ده وسيله صحيحه. لو انت مستعد تتعامل معايا بشكل محترم وتوضح السبب انا هفتح معاك باب الحوار، لكن لو نفس الاسلوب ده هيفضل مستمر كده انا مش هقبل على نفسي ان انا اتعرض ان حد يتحكم فيا. مش مقبول، مش مسموح. لو مفيش تغيير اعرف ان فصل العلاقه ممكن يكون حمايه لي مش هزيمه. لا، في دايما جمل جاهزه للرد على الحاجات اللي زي كده او تستفز الشخص اللي بيمارس عليك الصمت العقابي ده. لو انتم مهتمين بيها انا ممكن انزلها لكم، بس عرفوني. بس في النهايه عايزك تبقى عارف ان الصمت او الصمت العقابي او السكوت والتجاهل ده مش سحر، لا ده اسلوب. لما تفهم القواعد بتاعته وقواعد اللعبه عمرك ما هتبقى ضحيه ابدا. خليكي دايما نبدا بالجمل الواضحه وحط حدود وطبق الحدود اللي انت حاططها. ما تنساش تتابعني عشان تعرف عن الشخصيات المؤذيه او التوكسيك في العلاقات واساليب التلاعب النفسي وازاي تحمي نفسك منها.